حضرتك الأستاذ شوقي؟ ايوه يا فندم، يلزم خدمه. قول لي يا أستاذ، نعم. إذا شفت طور معاه محرات. قصدك متعلق في المحرات يعني؟ دي حاجه طبيعيه. لا مش متعلق، ماسك محرات في إيده وبيكتب بيه. كلام ايه الفارغ ده؟ ايه اللي يخلي الطور يمسك محرات ويكتب كمان؟ اهو ده اللي بدي افهمه. وما لقيتش غيري يفهمك الحكايه دي؟ مش انت اللي كاتب النقد ده؟ هو انت؟ ايوه انا. عرفتني بقى؟ عرفتك طبعا. حضرتك الاستاذ رشاد العصلوج، مؤلف الكتاب اللي انت عملت عنه النقد الوقح ده. يظهر ان ملفظك زي كتابتك تمام، كلها عصلوجي. ايه مش عاجبك اسمي كمان؟ عصلوجي ده يطلع اسم عتقي زبال. احترم نفسك يا افندي انت. احترم نفسك انت، داخل من بره تعفش في الكلام بمناسبة ايه؟ هو ده نقد يكتبه انسان عنده ذرة من العقل؟ وكتابك ده حد يكتبه الا انسان ما عندوش عقل بالمرة؟ دي كتابة ما تسموش اليها العقول الفلسف. هي دي كتابة؟ دي تحطيب يا راجل انت. دي معاني سامية، تعابير مبتكرة، الفاظ مختارة. الكلام ده عن كتابك انت؟ طبعا. يبقى لازم ما قريتوش. ما قريتوش ازاي وانا اللي مألفه؟ اتفضل يا حضرة المعاني المبتكرة، فسر لي الجملة دي. جملة ايه؟ ثم ركب زورق الحب اللازوردي فأخذ يتهدهد بهما في خضم ناعم من أشعة سراج الليل. سراج الليل ده ايه؟ يطلع ايه؟ لمبة بصاروخ؟ لمبة ايه يا جاهل؟ ده القمر، التشبيه الاول من نوعه. تشبيه ايه يا اخوي؟ تعمل القمر لمبة وتعمل من اللمبة بحر وتعوم فيه قارب لازوردي وتقول لي تشبيه؟ انت بتستعطى حاجه يا راجل انت وانت بتكتب؟ اخرس انت وشوف لك شغل غير التأليف، ما تكرهش الناس في الحب. انا كتاباتي في الحب بتخلي الناس بتحفظها غيبا. قول لي بذمتك، انت جربت الحب؟ بتسألني السؤال ده ليه؟ لو كنت جربت الحب ما كنتش تكتب عنه لازوردي وصاروخ الليل. سراج الليل يا افندي انت. محصله بعضها ما تتحمقش قوي، ده كلام يتكتب ده. انت هتعلمني ازاي اكتب؟ اللي زيك انت يكتب عن الفيتامينات، امراض الشيخوخه، لكن عن الحب لا. واللي زيك يشتغل حداد سمكري لكن ناقد لا. الحداد والسمكري على الاقل لهم فايده، لكن انت وجودك وعدمه على حد سوا. الظاهر اني غلطت. ما دام تعترف بغلطك تبقى مش غلطان. انا غلطت اللي نزلت من علياء السماء وكلمت واحد زيك، وانت مسيرك تقع من علياء سمائك وتنكسر رقبتك. انا حاسس ان ايدي هترن على صدغ واحد.